بص يا صاحبي، انا مصدق تماما ومقتنع تمام الاقتناع ان انا عايش في جو المؤامره والمظلوميه اللي هم مش موجودين، وانا بس اللي بيتهيالي حاجات في دماغي وشايف ان الناس كلها ضدي وبتحاربني عشان الاقي شماعه اعلي عليها اخطائي وفشلي زي ما حضرتك بتقول. المفروض انت بقى تكون ذكي وما تدينيش فرصه امسكها عليك واقول لك بص بيحاربوني، بص بيظلموني، بص عايزين نخسر. يعني ابسط مثال هضربه لك دلوقتي ما بيحصلش في اي حته تاني في العالم. كابتن حسام حسن اللي هو المدير الفني لمنتخب مصر، اللي هو الاب الروحي لكل اللعيبه دول، والمفروض ان اللعيبه كلها ولاده، بقاله فتره بيتعمد يعلن عن قائمه منتخب مصر يوم ماتش الزمالك. ما تفهمش ليه، ما ينفعش الاهلي، ما ينفعش بيراميدز، هو يوم ماتش الزمالك، مع انه عارف ان ده هيأثر سلبا على معظم لعيبه الزمالك، لان هو اصلا ما بياخدش حد من الزمالك غير 3 4 وما بيلعبهمش عشان يرضي جماهير الاهلي ومجلس اداره الاهلي ولاعيبه الاهلي. كل ده شيء مفروغ منه، وتيجي في الاخر تقول لي ان ده مش مؤامره ودي مش مظلوميه وان انت بيتهيألك حاجات وان انت تعبان.